هلو، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو مختلف. كنت جايبه حاجات وخلصت من عندي وكررتها تاني، فقلت اعمل لكم عنها ريفيو حلو جدا واقول لكم على كل حاجه فيها. هنا معانا بودره التلج، بودره البيبي او بودره ال5 خمسات. البودره دي انقى وانعم بودره للاطفال. هي للاطفال، بس احنا مش هنستعملها للاطفال، فاي حاجه عامه بتستعمل للاطفال بتبقى حلوة جدا للبشرة. بصي، مختومة من تحت ومختومة من فوق وفيها خروم كده عشان تعرفي تحطي بيها زي ما انت عايزة. لو عاملة سويت بتحطي قبل وبعد عشان الجلد ما يلتهبش. دي حلوة قوي 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 قوي، وجربتها في كده. وانا بستعملها في حاجة تانية، بستعملها في الماسكات بتاعتي، حلوة قوي قوي برضو. عاملة كده حاجة زي النشا برضو، بتفتح وبترطب البشرة وما بتعملش اي حبوب ولا بتلتهب البشرة خالص. للناس اللي بشرتها حساسة زي بشرتي، حلوة جدا. بتتجاب في من الصيدلية. العبوة دي هتقعد معاكي كتير جدا، ممكن تقعد معاكي سنة ولا حاجة. ليها طبعا تاريخ الانتهاء وكده. هي 200 جرام، فكبيرة جدا هتكفيكي. انا بجيبها كانت حوالي ب10 او ب15 جنيه. معانا هنا تاني حاجة، ودي احلى حاجة، مش فاكرة كلمتكم عنها ولا لأ. دي صابونة سونوبار، كنت جايباها ب50 جنيه. حلوة جدا لحب الشباب والناس اللي بيظهر حبوب فجأة كده. دي حلوة جدا جدا، ومكوناتها برضو حلوة وطبيعية. صناعة مصرية بجد، حلوة جدا. انا بستعملها رابع مرة تقريبا او تالت مرة اكررها. هي بتبقى جاية متغلفة كده، بتغسلي بيها وشك. طبعا اي حاجة بتجربيها على وشك في اول مرة هتطلعلك شوية حبوب، لان هي بتسحب الدهون من البشرة والكلام ده كله. بعد كده بتنقيها تفتيح فوري، وهتشوفوا من اول مرة. بجد بغسل بيها اول مرة بتفتح وشي جدا وبتشيل الحبوب، وبجد حلو. تعالوا بقى اقول لكم على حاجة تانية، مية ورد من ايفا. طبعا انتوا عارفين طبعا ان كل منتجات ايفا حلوة جدا، وفيها ضجة عليها الفترة اللي فاتت دي والفترة دي. هي المية الورد ليها استعمالات كتيرة جدا. ممكن تستعمليها كتونر تمسحي بيها وشك قبل الميك اب. دي كانت ب20 جنيه وحجمها حلو جدا. ممكن تستعمليها تمسحي بيها الميك اب الخفيف اللي على وشك، تعملي بيها ماسكات، تعملي بيها وصفات لجسمك وللبشرة. والحاجات دي حلوة قوي قوي قوي، وريحتها ورد كده جميلة. بجد في بتبقى مية ورد كده في السوق مضروبة، بتبقاش حلوة، فبصراحة عجبتني فقلت اوريها لكم برضو. معانا كمان تالت حاجة، ده زيت جونسون للأطفال. ده مكتوب عليه زيت وقت النوم، بيحطوه للبيبي عشان يعمل له ارتخاء كده وينام. دي كنت جايباها ب35 جنيه، بس احنا بقى هنستعملها بطريقة تانية. دي بتحفظ الترطيب بتاع الجسم. ممكن تحطيها على جسمك كده مباشرة بعد ما تاخدي دش رايق كده، وتسيبيها ينشف بقى كده. هتخلي جسمك جلوري كده وبيلمع كده وحلو. بصوا، لما دهنتها على ايدي في لمعة كده في ايدي حلوة قوي، وريحتها خطيرة، ريحتها لافندر. ممكن تحطيها، وممكن بعد المرطب بعد ما ترطبي جسمك خالص تحطي برضو منها، بتحفظ الترطيب قوي. دي كانت 35 ملي. هي هتقعد معاكي كتير جدا جدا. في منها احجام تانية، في منها وسط وفي منها كبير، ودي الصغيرة. بجد حلوة قوي قوي قوي، وريحتها كمان جميلة جدا. هتدي الجسم كده ريحة حلوة. لو هتحطيها بس وتحطي بعديها الباد سبلاش، بجد حلوة وبيحفظ الترطيب لأكبر وقت. عجبتني فقلت اجربها واقول لكم عليها. وفي برضو عنها ناس كتير قوي تشكر فيها. ده شامبو لوريال من بتاع ده الفيف من لوريال. ده شامبو بالهيالورونيك اسيد. شامبو بينضف الشعر جدا. طبعا انتوا عارفين انا كنت جايبه منه قبل كده الشامبو والبلسم، بس الشامبو بتاعي خلص. بلسم لسه موجود. هو كان ب59 جنيه، يعني تقريبا ب60. قوامه كده خفيف قوي، وريحته خطيرة، بتخلي الشعر ريحته حلوة وبتفضل مترطبة. حتى بعد ما تستحمي بيومين كده ولا حاجة، بيفضل شعرك مترطب وبيفضل شعرك حلو جدا. انا كنت مجرباها وعجبني جدا، وبجد مش هبطله. بس خلصت من عندي. البلسم لسه موجود، فقلت اجيب واحدة، بس للاسف اللي طلبتها من الصيدلية لقيتها صغيرة، مفيش منها كبير، فاضطريت ان انا اجيبها لاني كان خلصان من عندي. بجد بنصح كل بنوتة تجيبه. بينضف الشعر جدا جدا جدا، وبيخلي ريحته حلوة، وكمان بيديله سن الترطيب كده جميلة، ما بينشفش الشعر. فبجد انصح بيه جدا. فيه هيلورونيك اسيد، حلو قوي قوي قوي. تقريبا الناس كلها بتشكر فيه وبتستعمله من جماله. بجد حلو قوي قوي قوي. بجد انصحكم بيه جدا.
معانا هنا تالت حاجة نيزابيكس شامبو. ده شامبو للقشرة، الناس طبعا اللي عندها قشرة ده الحلكو الوحيد للقشرة، بجد رهيب، ب34 جنيه. بجد بجد حلو، بس تستعمله صح. هو بيبقى شكله كده في العلبة. تستعملوه صح ازاي؟ تستعملوه 3 مرات في الاسبوع، وبعد كده الاسبوع اللي بعديه مرتين، وبعد كده الاسبوع اللي بعديه مرة، وبعد كده مرة كل اسبوع، بعد كده مرة كل اسبوعين، وبعد كده مرة كل 3 اسابيع، وبعد كده تبدأي تسحبيه، اللي هو بتسحبيه من شعرك واحدة واحدة. لانك لو عملتي بيه اسبوعين ورا بعض كده وبعد كده رحت توقفه خالص، هيرجع القشرة تاني لشعرك. لكن تفضلي تعملي بيه مرة كل اسبوعين، مرة كل 3 اسابيع، مرة كل شهر، كوقاية من القشرة. برضو مش هتبطليه خالص ولا تمنعيه، هتخليه مثلا العبوة دي تستعمليها كل شهر او كل مثلا شهرين مرة، كوقاية من القشرة لما القشرة تروح خالص من شعرك. هو لونه احمر كده، بيناسب. مشكلته بس ان بينشف الشعر جامد، فمحتاج بعديه ترطيب. ممكن ترطبي بفاتيكا حمام كريم او حمام كريم مينك، اي حاجة. او ممكن برضو البلسم بتاع شامبو بتاع الفيف حلو قوي بتاع لوريال، هترطبي بيهم برضو. معانا هنا ده مرطب جليسرين كير اند مور. تقريبا انا وريتكم اللي انا كنت جايباه قبل كده بالفراوله وخلصته، فجربت قلت اجيب كير اند مور ده اللي بالجليسرين لان ريحته حلوه جدا، بس ده قوامه تقيل شويه عن اللي بالفراوله. بس بصراحه ترطيبه حلو جدا وبيخلي البشره ناعمه بعد ما بيتشرب بسرعة جدا، بجد طري، وريحته خطيرة، ريحته فواحة وحلوة قوي. بص انا حطيته مكان ما حطيت الزيت عشان انا قصدي اعمل كده، لان انا هحط الاتنين على بعض بعد كده. بصوا خلى ايدي ناعمة جدا وريحتها جميلة قوي. وممكن تحطيه من غير الزيت، وممكن تستعمليه على ايدك على جسمك كله براحتك يعني. بجد حلو جدا، انا من حلاوته جبت 2. بجد اصلا كل منتجات كير اند مور حلوة جدا وتستاهل التجربة. بجد انا جبت 2 من حلاوتهم بجد. كنت جايبة اول واحد بجربه وطلع خطير، فلما جبت التاني قلت بعمل لكم عنه ريفيو. وبجد الكمية العلبة دي هتكفيك يعني، مش تخلص بسرعة، هي بتقعد فترة حلوة قوي. في منها كذا نوع وكذا ريحة يعني، اللي تعجبك هاتيها. بس انا كان حاجة تاني حاجة اجربها وكانت عجباني اوي الريحة بتاعته. معانا تالت حاجة برضو من كير اند مور، برضو حلوة قوي، تنافس براندات عالمية. دي زبدة شفايف، دي مش مرطب، لا هي شبه العلبة التانية، بس دي بزبدة الشيا، زبدة شفايف. من جوه كده عاملة زي الكريم او الزبدة او الحاجات دي كلها. طرية جدا وحلوة جدا، بتدي لمعة خطيرة وباينة جدا في البق. بصوا على ايدي اصلا اللمعة باينة ازاي، كأنه ليب جلوس بجد، كأنه ليب جلوس بتاع مايت سينما او البراندات اللي هي التانية. حلوة قوي قوي، وكانت ب25 تقريبا، وحجمها مش هتحتاجي كتير، انت يا دوبك لحسة بالظبط زي ما انا عملت كده هترطب لك شفايفك جدا. في منها بالفراولة، كنت عايزة اجيبها بس مش لاقياها. دي تستعمليها عشان تعمل مفعول اكتر بالليل قبل ما تنامي، بجد هتصحي تلاقي شفايفك طرية خالص، وكل المشاكل اللي فيها والتشققات بقى والكلام ده كله راح. حتى لو انتي مقشرة شفايفك، من الناس اللي بتقشر شفايفك برضه هتروح. حلوة حلوة بطريقة ما تتوصفش بجد يا بنات. معانا هنا شفرة جيلات، دي حلوة جدا، قلت اوريها لكم، انا بجربها دايما. دي شفرتين وفيها الحتة البامبا الجزء اللي فوق ده عشان ما تتعوريش. دي بكام؟ دي ب20 جنيه. حلوة، طبعا حلوة وجميلة، انا على طول بجيبها لاستعمال السريع. كمثلا آه كمثلا جالي مشوار سريع وملحقتش اعمل سويت، فبعمل بيها، حلوة جدا وسريعة جدا. وهي استعمال مرة، ممكن تستعملها من مرة ل3 بس مش اكتر من كده، لان بعد كده البامبا دي هتتاكل وهتعورك. بس بجد حلوة جدا، تنافس براندات بتاعت الشفرات، قصدي بتاعت فينوس. حلوة جدا، فينوس غالية بس حلوة. فالناس اللي مش في مقدرتها ان تجيب شفرات فينوس دي حلوة قوي بجد، ويعتبر مش حاجة. 20 جنيه مش حاجة، انا بجيبها مش دايما بعمل بيها، بس بصراحة حلوة وسريعة، وتخلصي نفسك كده بسرعة لو جالك مشوار سريعا كده تعملي ايدك او حاجة. دي كل الحاجات اللي انا تقريبا طلبتها من الصيدلية عجبتني، وكنت مش اول تجربة ليا ليها، كنت مجربوها قبل كده مرتين، 3 4، في حاجات مجرباها اكتر من مرة، في حاجات جايباها اول مرة اجربها بس عجبتني. بجد الحاجات دي نصيحة مني، كل الريفيوهات دي خدوها وانتم مغمضين،
بجد نينجا. بس وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير. بس كده، لو عاوزت حاجه اكتبولي في الكومنتات. باي.